انسوا كنافة المحلات واعملوا أحلى كنافة نابلسية بالبيت مثل معلمين الكنافة، وشي يا جماعة جدا خرافي. علبة كنافة جاهزة أخذت نصها 250 جرام، بضيف عليها 5 معالق سمنة، معلقتين كبار قطر، وبفركها كتير منيح. بطحنها بمفرمة اللحمة أو بمحضرة الطعام حسب المتوفر عندكم. وبما إنه إحنا بنستخدم عجينة كنافة مفرزة ومو طازة مثل تاعت المحلات، هالخطوة كتير ضرورية. معلقتين مي بنفركهم بالكنافة مثل ما شايفين، رح تعطيها شوية رطوبة وتخلي عجينة الكنافة متماسكة وما تفرط، وهيك بنختبرها وبنتأكد إنها صارت جاهزة. وطبعا أفضل جبنة للكنافة هي العكاوي، ويفضل تكون التشيكي لأنه بتعطينا المطة الحلوة. بكندا مو متوفر عنا التشيكي، فاستخدمت العكاوي العادية، نقعتها 4-5 ساعات، صفيتها ونشفتها من المية كتير منيح، وبعدين ضفت لها موتزاريلا تقريبا 50 جرام لتعطينا مطة حلوة بالنهاية. بدعكم مع بعض كتير منيح، وهيك الجبنة صارت جاهزة. معلقة سمنة ونقطة ملون برتقالي، بفردها كتير منيح، وبوزع الكنافة على صينية مقاسها 22 سنتي، بكبسها كتير منيح وبوزع الجبنة، وننتبه إنه الجبنة تكون بعيدة عن الأطراف تقريبا نص سنتي. طلعت شوية من الكنافة وحوزعها فوق الجبنة عشان ما تنشف، بغطيها وبدخلها على الفرن على حرارة 200 مئوية مدة نص ساعة، وهيك صارت جاهزة. شوفوا ما شاء الله جمال الكنافة واللون الرائع. نسقيها بالقطر الساخن ومنزينها بالفستق، وعليكم بالعافية.